بحسب وكالة الأنباء الفضائية الروسية، في 10 من يوليو أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي أن الصين ستضع خطة خاصة لتنشيط الاقتصاد من خلال التنشيط الصناعي للدول العربية وتوفير قرض بقيمة 20 مليار دولار أمريكي لتعزيز التعاون مع البلدان التي لديها احتياجات لإعادة الإعمار. كما أعلن شي جي بينغ أن الصين ستقدم 600 مليون يوان من المساعدات لشعب سوريا واليمن والأردن ولبنان كمساعدات إنسانية، كما تناقش تقديم مليار يوان لدعم بناء الاستقرار الوطني للدول العربية. وفي هذا الصدد أصدر عبد الجليل قرقاش الرئيس التنفيذي لمركز تركستان الشرقية للمعلومات بيانا قال فيه إن تحرك الحكومة الصينية هو مجرد إرضاء للفوز بالدول العربية، وبسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وحظر مشروع الطريق الواحد وتعرض الصين لضغوط كبيرة بسبب قضايا حقوق الإنسان واحتلال الحزب الشيوعي الصيني لتركستان الشرقية ومحاولة استيعاب الإيغور وغيرهم من الأقليات الإسلامية الأخرى، بحيث أنها لا تتقبل لغتهم ولا معتقداتهم الدينية والثقافية وقيمهم، وتقوم بإهانة كرامتهم وتنفذ فيهم حكم القتل الجماعي. والإيغور دائما يرافقهم الشعور بالخوف وهم ينتظرون الموت، وأن الحكومة الصينية تعتبر المسلمين أعداء. كيف يمكن للحكومة الصينية حل المشاكل التي تواجه الدول العربية؟ ويدعو المركز المنظمات الدولية والمجتمعات الحرة ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم رواد الإنترنت لكشف الأقنعة الصينية وفضح الحكومة الصينية وتوفير التعاون والتضامن للمسلمين الإيغور لإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية. انتشرت إجراءات التشديد والتفتيش ضد المسلمين التي تقوم بها الصين في مطارات شينجيانغ لتشمل جميع مطارات البلاد، وتم اعتقال أشخاص فقط للاشتباه بهم أنهم مسلمون، وتم اصطحابهم إلى غرف الاستجواب، ويتم فحص الهواتف الشخصية بحيث أي شخص لديه فيديوهات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ فإن الحكومة تقوم باعتقاله. وفقا للتقارير فإن قوات التحالف بقيادة السعودية أرسلت قوات إلى اليمن لمحاربة الحوثيين، لكن لم يتم تقديم أي معلومات عن عدد القوات وجنسياتهم. وفقا للتقارير فإن قمة رؤساء دول وحكومات الناتو ستعقد يومي 11 و12 من يوليو في مبنى المقر الجديد في بروكسل ببلجيكا، وسيحضر أردوغان القمة ويعقد محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الفرنسي مارك لونغ ورئيس الوزراء البريطاني مي وزعماء الناتو الآخرين. ومن بين أعضاء الحكومة الجديدة المرافقين لأردوغان وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والموارد الطبيعية. وفقا لتقرير صادر عن وسائل الإعلام الباكستانية صباح 11 من يوليو، حصل تفجير انتحاري في تجمع للحزب الوطني الباكستاني في بيشاور عاصمة إقليم خيبر في الشمال الغربي في مساء 10 من يوليو، وقتل 13 شخصا بما فيهم هارون بيلول، وأصيب 47 شخصا آخرين. وقالت الشرطة أن تحقيقات أولية كشفت أن المهاجمين استخدموا 8 كيلوغرامات من المتفجرات، هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. نشرت المجلة البريطانية علم البيئة على الإنترنت تفاصيل أحافير ديناصور مكتشف حديثا في الأرجنتين من أواخر العصر الترياسي، أي قبل 237 مليون عاما، وهذه هي العينة الأولى من فصيلة ساروبودس العملاقة على الأرض. وقد غير هذا الاكتشاف الجديد آراء الناس السابقة وساعد على فهم أفضل لكيفية تطور هذا الديناصور العملاق.